ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ممكن انظم الورك سبيس بتاعتي. تنظيم الورك سبيس ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. ممكن تكون انت شايفها حاجة تافهة، بس لما تيجي تشوف دلوقتي وانت بتشتغل كل حاجة مرمية حوالين بعضها، مفيش حاجة منظمة، كل حاجة مرمية قدامك وانت متلخبط مش عارف تروح فين وتيجي منين. وغير ان اللي بيدخل وراك لو انت بتشتغل مع كذا ديزاينر تاني، ولو المبرمج بيدخل وراك على فيجما، لو انت مشيت سبت الشركة وحد ديزاينر تاني جه اشتغل مكانك، هيشوف اللخبطة دي محدش هيفهم اي حاجة. وده عن تجربة شخصية. انا كديزاينر بشتغل مع ناس تانيين، وبشتغل مع مبرمجين، وبشتغل مع ديزاينرز تانيين، وبشتغل مع ناس اصلا ملهمش في الديزاين، ناس بتوع كونتنت او بتوع اشتغلوا اي حاجه، يجوا يدخلوا على فيجما يلاقوا الدنيا ملخبطه يفهموش اي حاجه. تنظيم الورك سبيس ده شيء مهم جدا جدا جدا. ممكن يكون تحس ان هو تافه، بس بالعكس تماما، وبيفرق جدا بالنسبه لك انت. حتى لو انت في تعديلات هترجع تشتغل على الديزاين، لو انت كنت في اجازه طويله ورجعت فتحت الفايل هتلاقي كل حاجه منظمه، هتعرف انت كنت واقف فين، هتعرف تبدا منين وتخلص فين. فهنشوف مع بعض في الفيديو ده ازاي ممكن ان احنا ننظم الورك سبيس بتاعنا بطريقه سهله وبسيطه جدا، ما بتاخدش اي وقت، بالعكس دي تسهل عليك شغلك، تسهل على غيرك، بتفهم الناس. لو انت مثلا بتشرح للتيم ليدر او بتعمل برزنتيشن، هتعرف بكل سهوله وبساطه ان انت تشرح لهم الشغل والديزاين بتاعك عامل ازاي. تعالوا نشوف مع بعض ازاي ممكن ننظم الورك سبيس بتاعنا بطريقه سهله وبسيطه. انا شخصيا بستخدمها في شغلي الاساسي، وانا لما اكتشفت الطريقة دي خلاص ما بقيتش بعرف اشتغل من غيرها، فلازم نشوفها مع بعض، ولازم اي ديزاينر يعرفها ويشوفها ويشتغل بيها. مش ليك انت كديزاينر بس، علشان كل التيم اللي انت بتشتغل معاه، او لو انت بتشتغل مع عملاء بره، او لو بتشتغل فريلانس، يبقى كل حاجة واضحة قدام الجميع، تبقى حاجة سهلة ومبسطة، وليك انت بالاخص كمان. تعالوا نشوف مع بعض ازاي تنظيم الورك سبيس بيمشي. احنا عندنا في التول بار اللي على الليفت، اللي على الشمال، عندنا حاجات اوبشنز كتيره جدا تساعدنا ان احنا ننظم الورك سبيس بتاعنا. اول حاجه عندنا فوق هنا هو دوت اسم الفايل اللي انا فاتحه قدامي دلوقتي. ده اسم الفايل اللي انا فاتحه قدامي دلوقتي اللي انا بشتغل فيه. فدوت بنديله اسم المشروع او اسم البروجكت اللي احنا شغالين فيه، فده بيبقى البروجكت نيم. طبعا انت سميه زي ما تسميه، سميه فتنس، سميه اي كوميرس، سميه امازون، ايا كان المشروع اللي انت شغال عليه. فهنا بيبقى اسم الفايل او اسم البروجكت اللي انت شغال عليه. بعدين هننزل تحت، هلاقي عندي تابة فايل وتابة اسيتس. تابة الاسيتس دي بتبقى بتاعت الكومبوننتس اللي انت بتعملها، او لو انت جايب كومبوننتس من بره وبتشتغل عليها بتظهر لك كلها هنا. هنشوف مع بعض ازاي بنقدر ان احنا نستخدمهم او نجيب الكومبوننتس بتاعتنا. خلينا دلوقتي في تابة الفايل. انا عندي حاجة اسمها pages او الصفحات، وحاجة اسمها layers. layers ديت تبقى الحاجات اللي بتبقى في الورك سبيس بتاعتك هنا، زي ما احنا عارفين، سواء كان ريكتانجل سواء كان فريم كله بيظهر هنا. وعندنا البيجز دي هي اللي مهمة في الفيديو ده، وهي دي اللي بننظم بيها الورك سبيس بتاعي. طب ازاي؟ انا عندي عدد لا محدود من الصفحات اقدر ان انا اكريتها واعملها. فانا بحب ان انا اقسم شغلي، بمعنى انا بخلي صفحة للديزاين النهائي، وبخلي صفحة للدرافتس، بحيث ان انا لو عملت كذا كونسبت او اكتر من كونسبت او تصميم لنفس الصفحة فبخليهم في الدرافتس. بعمل صفحة اسمها work in progress او الحاجة اللي انا شغال فيها حاليا. لو انا شغال في ديزاين وهو لسه مش خلصان، ما اقدرش ان انا احطه في صفحة الديزاين النهائية، وما اقدرش ان انا احطه في الدرافتس لان هو مش كونسبت تاني، هو ديزاين لسه شغال عليه. فالصفحة دي بتبقى الديزاين ده بحطه في الصفحة اللي اسمها work in progress. بحب اعمل صفحة للواير فريم بتاعي. بحب اعمل صفحة تكون باك اند بعمل فيها كل الكومبوننتس
اي حاجة في الخلفية بحطها في صفحة اسمها components، دي ما تظهرش لأي عميل او اي حد داخل من بره، مش هيفهم دوت وما يبوظليش الشغل بتاعي، فبحطها في صفحة لوحدها. وبنعمل صفحة للكفر بتاع الفايل او الديزاين فايل بتاعنا اللي هو البروجكت يعني. دي برضو ممكن ما تكونش انت شايفها حاجة مهمة بالنسبة لك، بس بتبقى حاجة يعني ما تتوهكش بين كل، لو انت معاك ديزاين فايلز كتيرة قوي تقدر ان انت تعرف الديزاين فايل بتاعك من الكفر بتاعه. تعالوا نشوف مع بعض الصفحات دي وبنكريتها ازاي، وازاي ان انا اقدر اعمل حاجة اسمها page divider. page divider دوت اللي هو انا بفصل ما بين الصفحة والصفحة، انا بقسم الصفحات بتاعتي مجاميع، بفصل بين كل مجموعة ومجموعة بحاجة اسمها page divider. تعالوا نشوف مع بعض ازاي بنقدر ان احنا نعمل الصفحات دي ونقسمهم مع بعض بالشكل ده. انا دلوقتي عندي اول صفحة اللي هي page 1، الصفحة اللي انا فيها دي دلوقتي هدوس عليها دبل كليك علشان اعمل لها رينيم، ودي هتبقى صفحة الفاينل ديزاين بتاعي. انا كده عملت اول صفحة، هاجي ادوس على علامة الزائد هنا عشان يكريت لي صفحة تانية. انا الصفحة دي هعملها page divider او اللي هو الفاصل بين الصفحات. بعمل كده ازاي؟ باجي وهو عاملهولي كده كأني هعمل له رينيم، بدوس على 3 شروط جنب بعض وبدوس له انتر، بيعملها page divider. دي هو مش شايفها صفحة، هو شايفها بس فاصل، بس انت لو دوست عليها دبل كليك عادي تقدر ان انت تقلبها صفحة، تعمل لها رينيم، تستخدمها كصفحة عادية جدا، بس انا بستخدمها كأنها فواصل. هاجي اعمل صفحة تانية وهسميها work in progress او WIP دي، وهشدها كده تحت الديفايدر بتاعي. دي الصفحة اللي قلنا عليها اللي هو لو انا بشتغل في ديزاين هو لسه ما يعتبرش فاينل ولسه ما يعتبرش كونسبت او فيرجن تانية من التصميم، فدي بحطها في الورك ان بروجرس اللي هي الصفحة اللي انا لسه شغال عليها في الوقت ده. هعمل صفحة كمان هسميها درافتس، دي الصفحة اللي قلنا عليها اللي هو لو انا عندي ديزاين وانا عامل منه اكتر من نسخة، برمي النسخ اللي مش فاينل بحطها في الدرافتس بعيدا عن النسخة الفاينل اللي انا بحطها في صفحة الفاينل ديزاين. اعمل صفحة تانية تكون ديفايدر. انا كده خلصت مجموعة الفاينل ديزاين، خلصت مجموعة الحاجات اللي هي مش فاينل، الحاجات اللي هي تكون فيرجنز تانية من الديزاين او بتكون الحاجات اللي انا شغال عليها في الوقت الحالي. هعمل صفحة تانية للكومبوننتس وهشدها تحت الديفايدر ده. صفحة الكومبوننتس هي دي صفحة الباك اند اللي احنا بنتكلم عليها. صفحة الكومبوننتس دي الصفحة تبقى مخصصة ان انا بعمل فيها كل الكومبوننتس اللي انا محتاجها علشان استخدمها في الديزاين، سواء كانت زراير، سواء كانت دروب داون ليست، سواء كان تيبل، سواء كان اي كومبوننت انا بستخدمه في المشروع بتاعي انا بحطه في الصفحة دي علشان ما يبقاش باين للعميل لو هو دخل على الديزاين او لو انا كنت بعمل برزنتيشن متبقاش كل حاجه مرميه قدامي. دي بتبقى صفحه مخصصه للكومبوننتس بس، تبقى باك اند محطوطه في الخلفيه، ما بتدخلش على كل حاجه، بتبقاش كل حاجه سايحه على بعضها. كمان هاجي اعمل صفحه تانية واسميها الواير فريم بتاعي، ده برضو بيبقى باك اند. الواير فريم اللي هو بيبقى الرسم المبدئي او التخطيط المبدئي، ما بيبقاش ديزاين، هو بس بيبقى رسم للستراكشر او للهيكل بتاع التصميم بتاعي. هاجي اعمل ديفايدر كمان. طيب دلوقتي عندنا حاجة اسمها ديزاين سيستم. ديزاين سيستم ده هنتكلم عنه بشكل مفصل اكتر في فيديوهات جاية، وهنشوف ازاي نقدر ان احنا نعمل ديزاين سيستم كامل، بس شرح سريع وبسيط. الديزاين سيستم ده هو عبارة عن اي حاجة انا بستخدمها في الديزاين بتاعي، سواء كانت الوان، سواء كانت الفونت بتاعي من احجام وشكل الفونت والتايتل والسبتايتل والحاجات دي كلها،
الايكونز بتاعتي لو انا بستخدم ايكون فاميلي معينة، الزراير. الديزاين سيستم هو عبارة عن كل الحاجات اللي انا بستخدمها في الديزاين بتاعي، علشان ما بقاش مستخدم اكتر من فونت في نفس الديزاين، ما بقاش مستخدم الوان مختلفة في نفس الديزاين، ما بقاش مستخدم اي ايكونز مرمية في نفس الديزاين، عشان يخلي فيه consistency في الديزاين بتاعي. وعلشان كمان دوت بيبقى ريفرنس للمبرمج اللي بياخد الديزاين بتاعك ويكمل عليه، علشان هو ما يبقاش تايه مش عارف يعمل ايه، ما يرميش اي حاجه كده وخلاص. فدولت بيبقوا موجودين بالنسبه له ريفرنس، بالنسبه لك انت ريفرنس. هو المفروض ان اي شركه انت تشتغل فيها بيكون ليها الديزاين سيستم بتاعها، او بيبقى على حسب البروجكت، ودوت بيبقى جاي لك سواء من الماركتينج تيم، او لو في ديزاينر قبليك شغال. هو الشركه او كل مشروع بيبقى ليه الديزاين سيستم بتاعه، سواء بيبقى موجود او سواء لو انت هتعمله من البدايه. في شركات ما بيبقاش عندها ديزاين سيستم خالص، وبيعوزوا ديزاينرز ان هم يعملوا لهم ديزاين سيستم ويشتغلوا بيه. انا عملت كده، الشركه اللي انا شغال فيها ما كانش عندهم ديزاين سيستم، وانا عملت لهم ديزاين سيستم وعملت بيه المشاريع واديتهم للمبرمجين اللي كنت شغال معاهم. عادي، ما فيهاش اي حاجه. بس الديزاين سيستم ده حاجه مهمه جدا 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 للكونسيستنسي بتاعه الديزاين، وبيبقى ريفرنس للمبرمج وريفرنس ليك انت شخصيا في الديزاين. وكمان بيسهل عليك كتير جدا، وبنقدر ان احنا نستخدمهم في الفاريبلز بتاعتنا، وبيسهلوا علينا الشغل وبيسرعوا علينا الشغل. فالديزاين سيستم مهم جدا جدا جدا. فانا هاجي هنا هعمل جزء من الصفحات بتاعتي او من تقسيمة الورك سبيس بتاعتي هعملها ديزاين سيستم. فانا هاجي هنا هعمل له نيو بيج، وهقول له ان ده الديزاين سيستم بتاعي، وهنزله تحت كده. طيب الديزاين سيستم هو زي ما قلنا هو بيبقى متقسم كذا حاجة. فالديزاين سيستم بيبقى فيه الالوان بتاعتي، الكالرز، بيبقى فيه الفونتس، بيبقى فيه الايكونز، هو بيبقى فيه حاجات كتير، بس دولت من اهم 3 حاجات في الديزاين سيستم، او الحاجات الاساسية اللي تعتبر اساسية، تبقى الكالرز والفونتس والايكونز. هاجي اعمل بيج ديفايدر تاني كده. احنا نعتبر خلصنا تقسيمة الحاجات الاساسية. هاجي واعمل صفحة تانية هسميها الكفر. ده بيبقى زي ما قلنا الكفر بتاع الديزاين فايل بتاعي، علشان لو انا او اي حد تاني جاي يفتح فيجما لأول مرة وعايز يدور على البروجكت، يعرف ان هو يلاقيه بسهولة من الصورة الكبيرة، ما يتوهش وما يقعدش يدور على الاسامي، خصوصا لو في اكتر من بروجكت باسامي نفس الاسم او كده. ده بيسهل عليه ان هو بمجرد ان هو يشوف صورة الكفر هيعرف على طول ان هو يلاقي المشروع او البروجكت بتاعه. في حاجة كمان انا بحب ان انا استخدمها وبتسهل عليا ان انا اشوف اسامي الصفحات وافرق ما بينهم. زي ما احنا شايفين هو دلوقتي كله محطوط كلام عادي. انا بحب ان انا قدام كل صفحة ازود ايكون بتعبر عن بتعبر عن اسم الصفحة او عن الصفحة اللي انا فيها. ففي موقع هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، موقع دوت كول سيمبل. الموقع دوت هو زي ما انتم شايفين كل دي ايكونز. الايكونز ديت هي بتتاخد كأنها تكست عادي. فانا مثلا هاجي اخد الايكون دي، هعمل لها هنا كوبي، وهرجع هنا على الكفر، هاجي قبل الاسم واعمل بيست، هلاقيه حط الصورة قبل الاسم. ده بس حاجة كده بسيطة لطيفة علشان اعرف ان انا افرق ما بين الصفحات، ما توهش في الاسامي وفي الكلام يعني وكده. هاجي هنا برضو في الكومبوننتس، في هندور على ايكونز تكون معبرة شوية، فهننزل كده نشوف الايكونز المتاحة. فانا هاخد مثلا ايكون الساعة الرملية ديت وهحطه في ال work in progress، عشان دي حاجة لسه شغالة مش حاجة final.
وهننزل. انا بدور على ايكون معينة اقدر ان انا استخدمها للكومبوننتس، تكون مثلا حاجة معبرة شوية. حاول ان انا ادور على حاجة تكون مثلا قريبة معلش هو الموضوع مطول شوية انا عارف، بس هو يعني ايه، انا دي حاجة انا شايف ان هي بتسهل شوية الدنيا. او يعني مش بتسهل على قد ما هي بتخليك تلقط الحاجة بسرعة، ما تبقاش تايه، ما تبقاش عارف انت رايح فين وجاي منين. فخلوني بس اشوف الايكون بتاعتها. هاخد مثلا الايكون ده بتاع الدبوس ده، مش ده اللي كان في دماغي، بس مش هنختلف يعني، مش وبس حاجة تكون معبرة شوية عن ممكن اخد الايكون ده هحطه في الكومبوننتس. طيب هنا انا الصفحة دي انا مقسمها كأنها الديزاين سيستم دوت، هو بس صفحة انا مش هعمل فيها اي حاجة، هي بس انا حاططها كأنها تايتل. انا هشتغل في اللي تحتيها اللي هما الكالرز والفونتس والايكونز، فانا بس عايز ان انا اعبر ان هما دول تحت دي. فانا هاجي هنا هطلع، عايز ايكون مثلا يكون عبارة عن سهم كده ولا حاجة، بس يبين ان ده منشق من دول، ما يكونش بس ايه، ما يبانش يعني ان هو صفحات وكده. فانا هاجي هنا عندي دولت اسهم، بس عايز سهم يكون كده. هاخد مثلا السهم، هاخد السهم ده مثلا، وهاجي هنا هدخل ده جوه، وهدخل ده جوه، وهدخل ده جوه كده، بس بحيث ان هما ايه، يبان ان هما كأنهم منشقين منه يعني. و يعني الفكرة وصلت لكم. شوفوا انتوا تحبوا تقسموا الفايلات بتاعتكم ازاي. بس ده نوعا ما التقسيمة اللي انا بمشي بيها في كل شغلي، يعني هي التقسيمة ديت بصراحة بالنسبة لي انا شخصيا مريحة جدا. عندك كل الصفحات بتاعتك تقدر ان انت تشتغل فيها. في الفيديو اللي جاي هنملاهم صفحة صفحة، وهنشوف مع بعض ازاي ان احنا نقدر نقسم الورك سبيس بتاعنا بقى اكتر، نملى الكومبوننتس بتاعتنا على حسب حسب الشغل او البروجكت بتاعك. هنشوف مع بعض ازاي نعمل variables. احنا عملنا فيديو قبل كده عن الفاريبلز، بس هنشتغل على الفاريبلز بطريقة بروفيشنال اكتر. هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نقدر ان احنا نشتغل على لايت ثيم، نقدر نقلب ما بين اللايت ثيم والدارك ثيم. نقدر ان احنا نقلب ما بين اللغة، لو في اكتر من لغة، لغة عربي ولغة انجليزي، نقدر نعملها ازاي. هنملى الديزاين سيستم بتاعنا، هنشوف ازاي بنقدر ان احنا نعمل كفر فيجما فايل بتاعنا. هنشوف كل الحاجات دي مع بعض. هنملى كل الصفحات اللي احنا عملناها دي، ولو احتاجنا ان احنا نزود هنزود. ف في الفيديو ده شفنا ازاي ان احنا نقدر ان احنا نقسم الورك سبيس بتاعنا بشكل سلس سهل بسيط، هيسهل عليا انا كديزاينر الشغل، وهيسهل على المبرمجين او الكلاينت، على اي حد ليه اكسس على فايل فيجما. سهل له الدنيا، كل الدنيا تبقى قدامه واضحة ومبسطة.
وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.